أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم عن بعض الكلمات في القرآن الكريم. تمام. الله تبارك وتعالى خلق الكون بهذا الشكل، له 8 أضلاع. الكون له 8 أضلاع. أعلاه قمة. بص، شو الهرم اللي هي قمة محدبة، استنادا إلى قول الله تعالى: يوم يحمل عرش ربك فوقهم 8. الله قال 8 لكي يعلمنا أن العرش له 8 أضلاع، وكل شيء يصبح تحت العرش. هل أنت تفهم ما أقول أم لم تفهم؟ الكون كله تحت الكرسي، العرش قمة الهرم ده حاليا، وليس بعد حياة البعث. حياة البعث الكون هيأخذ استدارة بعد طي الأراضين وطي السماوات. الله تبارك وتعالى هيرجع الأمر بصورة تانية خالص. الله قال في الكتاب نسترجع الآية الكريمة التي تقول: يرثون الأرض وما عليها. انت فاهم؟ الله بيعلمنا شكل الحياة القادمة. انت ما بتتفكرش، ده براحتك. هو احنا عرفنا عظمة الله من فين؟ من كلام الله، من القرآن. الله يعلمنا أن الجنة في الصورة الآتية: السماء حاليا، السماء بها ملائكة عظام خلقة تأخذ قوة أو تستمد تفاعل كيميائي أسفل السماء. التفاعل الكيميائي اللي هو أسفل السماء مش يشبه، ما تشبهوش بالأرض. التفاعل الكيميائي اللي تحت الأرض، اللي بتشوفوا النار اللي بتطلع حمم بركانية، لا، ده صمم التفاعل اللي تحت السماء عشان الملائكة تستمد القوة بتاعتها بصورة تانية. ده كمان، غير اني انا لو قلت لك على المعجزة اللي جاية اللي هتطلع من لساني، ان كل ما تقرب من العرش الامر بيبقى غير الوضع اللي تحت منه. كل ما بتقرب من عرش الرحمن الوضع بيبقى غير اللي تحت منه خالص. انت فاهم ازاي؟ يعني انت كل ما بتقرب من العرش القوة والعظمة ومحتاج خلقة عظيمة عشان تتقبل الامر ده. انت مش متفكر. تخيل، يعني انت المفروض الله تبارك وتعالى اعطاك القرآن الكريم لكي استعجب حقا، استعجب على الناس كيف لا تتفكر في كلام الله العظيم تبارك وتعالى. أنت لو شعرت بعظمة الله، أقسم بالله العظيم ستكون رجل خليفة، تكون خليفة في الأرض. تفكر في عظمة الله. الله خلق الجنة بصورة لو أنا كلمتك عنها
هت هت مش هتسرح في عالم، في ملكوت تاني ينسيك العالم كله، يخليك تتحمل انك انت تشيل تراب وتاكل تراب. الله خلق الجنة بصورة مش مهما كلمتك مش هجيب لك الصورة النهائية، بس انا هديك فكرة. الجنة زي كورة قدام رب العالمين صممها بإيده. مش عارف انت يعني ايه رب العالمين، مش عارف انت يعني ايه الملك، مش عارف يعني ايه الله. الله جعل الجنة على هيئة كده قدام منه، صممها، هو عملها لك. تخيل هيعمل لك ايه اللي بنى السماوات واللي الأراضين واللي خلق الكون ده كله، أما يعمل لك شيء يكافئك بيه، يعطيك مكافأة، يعطيك هدية، هيكون شكلها ايه؟ انتوا بتمروا على كلمات القرآن الكريم مثل مرور يعني الشيطان يفر من هذا لأنه يعرف أنه عظيم. الشيطان عاهد على إغواء الإنسان. أنت حربك مع الشيطان، أنت حربك مش مع فيصل ولا مع ده ولا مع أي إنسان، أنت حربك مع الشيطان الذي يصرفك عما أقول لك وهو أمام عينك. ما أقوله لك هو أمام عينك، نزله الله بحروف وصلت سيدنا النبي كلمات. الكلمات هذه فيها علوم الكون لمن يتفكر. لا تأكل وتنام ولسان يتحرك كالأنعام. أنت خليفة، نحن خلائف في الأرض، نحن خلائف الله. أنت لابد أن تعلم من هو الله. لا إله إلا الله، جل جلال الله تبارك وتعالى، جل جلال الله.